ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم فيديو جديد من ديجو تيوب. خطه النهارده خطه هجوميه بحته، خطه بتخليك تقلب المباراه لو انت مغلوب او متعادل وعايز تكسب في اخر الدقايق. انا ما انصحش حد يعمل الخطه دي من اول مباراه، لان انا ما بحبش اعملها من اول مباراه بصراحه، لكن الانستراكشنز او التعليمات والتكتكس اللي انا هقولها لك ممكن تبدا بيها المباراه عادي جدا وتلعب بيها، بس انا بفضل ان انا العب بالخطه دي وقت ما اكون متاخر في النتيجه او متعادل وعايز اكسب. تمام؟ لو اول مره تشوفني بقى يا معلم، لايك وسبسكرايب وشير، ويلا بينا نخش على فيديو صغير نشرح فيه التكتكس والتعليمات. يلا بينا. يلا نقول بسم الله ونخش على التشكيله ونشوف ايه هي تشكيله النهارده. تشكيله النهارده هي 3-4-1-2. التشكيله دي زي ما اتفقنا انها تشكيله هجوميه، فتعالوا مع بعض نخش نشوف التكتكس بتتعمل ازاي. اول حاجه التكتكس بالنسبه للخطه دي، انا بخلي اول حاجه في الاسلوب الدفاعي ضغط متواصل لو هتلعب بيها في اخر ربع ساعه زيي، لكن لو هتلعب بيها من اول الماتش فانصحك تعمل الضغط بعد فقدان الاستحواذ. تمام؟ بالنسبه للانتشار انا بخليه 47، وبالنسبه للعمق برضو بخليه 63. اوكي؟ 47 ب 63 ده احسن انتشار وعمق للخطه دي. تمام؟ بالنسبه بقى للهجوم يا معلم، فانا بعمل بناء اللعب بناء لعب سريع لو هلعب بيها اخر ربع ساعه، لكن لو هتلعب بيها من اول مباراه فانصحك تعملها متوازن. تمام؟ طبعا صناعه الفرص تمرير مباشر زي ما اتفقنا في كل الخطط اللي بنشرحها، تمرير مباشر. ليه يا معلم؟ عشان وقت اختراق المهاجم للدفاع تكون الباصه رايحه له وقت اختراقه عشان ما يقعش في الاوفسايد. تمام؟ بالنسبه بقى للانتشار انا بخليه 50، ما باجيش جنبه. طبعا هي مش باينه عندكم لان انا عاملها عربي، وانا بعمل عربي عندي في البي اس 5 زي ما اتفقنا برضو، لان دي نسخه البي اس 4 ما بيبانليش فيها الارقام بتاعت الانتشار والعمق. اوكي؟ بالنسبه للاعبين في منطقه الجزاء فانا بكترهم بخليهم 8، لان انا بهاجم بيها في اخر ربع ساعه، لكن لو هتلعب بيها من اول مباراه برضو انصحك تخليها 6. تمام؟ بالنسبه للركنيات 3 والركلات الحره 3 برضو. نيجي بقى على التعليمات، ودي حاجه مهمه جدا. فاول حاجه الاثنين سترايكرز بتوعي انا بديهم اختراق الدفاع والبقاء في المقدمه. تمام؟ ما بخليهمش يرجعوا لو هلعب بيها اخر ربع ساعه زي ما انا بلعب، لكن لو انت هتلعب بيها من اول مباراه ما تخليهمش البقاء في المقدمه، اديهم بس اختراق خط الدفاع. تمام؟ بالنسبه للكامل اللي عندك اللي هو عندي هنا اللي هو بيست انا بديله برضو الدخول المربع لتلقي العرضيات، ولو هلعب بيه اخر ربع ساعه فبخليه البقاء في المقدمه، لكن لو مش هلعب بيه اخر ربع ساعه وهلعب بيه من اول مباراه فبسيبه زي ما هو دعم دفاع اساسي. اوكي؟ بالنسبه للاثنين ال ام والار ام فده مهم جدا تخليهم سواء هتلعب بيها اخر ربع ساعه او من اول المباراه، تخليهم العوده الى الدفاع. تمام؟ انا بخليهم العوده للدفاع عشان يرجعوا، لان انا ما عنديش غير 3 سي بي بس، فهم يرجعوا كانهم هم الباكات. اوكي؟ عشان ما يجيش عليك هجمه مرتده تزعلك. ده بالنسبه للار ام والال ام. اوكي؟ بخليهم العوده الى الدفاع. تمام؟ بالنسبه للسي امات، طيب اول حاجه بخليهم البقاء في الخلف اثناء الهجوم، الاثنين كده البقاء في الخلف اثناء الهجوم، ولازم الاثنين تغطيه المنتصف. ليه؟ لان انا عندي ال ام والار ام بيرجعوا كدور باكات فبيغطوا الاجنحه، لكن دول انا عايزهم يغطوا المنتصف عشان ما يجريش اختراقات منين؟ من المنتصف. بالنسبه للثلاثه اللي ورا فهم زي ما هم ما باجيش جنبيهم، هم الثلاثه ايه؟ البقاء في الخلف اثناء الهجوم، محدش فيهم يتحرك من مكانه. تمام يا معلم؟ الخطه دي انا زي ما نصحتك برضو ما تبتديش بيها، ابتدي باي خطه من اللي انا شرحتهم لك قبل كده، سواء 4-4-1-1 او 4-2-3-1، اي حاجه من الحاجات دي كويسه جدا تبدا بيها، لكن الخطه دي العب بيها وقت ما تكون متاخر في اخر ربع ساعه ومحتاج تعدل النتيجه، او متعادل وعايز تكسب في اخر ربع ساعه فتلعب بالخطه دي. تمام يا معلم؟ جربها بقى واكتب لي في الكومنتات ايه رايك فيها، ولو اول مره تشوفني يا معلم لايك وسبسكرايب وشير كالعاده، وما تنساش اخوك محتاج اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.